اهلا بكم في حلقه جديده. قبل ما نبدا الفيديو نشترك في القناه وفعل زر الجرس، ويلا بينا نخش في التفاصيل. اول حاجه هنتكلم النهارده عن دور نصف النهائي في كاس العالم. اول ماتش في دور نصف النهائي هو الارجنتين وكرواتيا. انا شايف من وجهه نظري توقعي انا كرواتيا هتقدر تطلع الارجنتين. هتقول لي ازاي؟ هقول لك بكل بساطه. الارجنتين مش البرازيل، يعني البرازيل اقوى بكتير من الارجنتين وكرواتيا طلعتها، لان كرواتيا بتلعب بطريقه واحده بس، انها تحاول في الماتش ان هي تقفل الملعب، تلعب على الهجمه المرتده. عرفت تجيب جون حلو قوي، ما عرفتش تجيب جون مفيش تمام عادي ولا في اي حاجه. نعمل ايه؟ نلعب اكسترا تايم، ومن الاكسترا تايم ده راح جاي لاعبين ايه؟ ضربات جزاء، وهم في ضربات الجزاء مميزين جدا جدا جدا. تمام؟ حلو الكلام، مفيش مشكله. حاجه تانية، ميسي هيعمل في الماتش. ميسي انا شايف وجهه نظري ميسي هي يعني خطورته هتبقى قليله في ماتش كرواتيا، مش هيبقى ظاهر قوي. ميسي مش هيبقى ظاهر قوي زي ماتش هولندا، ما اعتقدش، لان كرواتيا عندها ميزه حلوه قوي، وهي هم اقوى خط وسط في البطوله كلها. اقوى خط وسط في البطوله هي كرواتيا، فلازما الارجنتين تخلي بالها جدا. بس انا شايف ان كرواتيا تعرف تقفل على الارجنتين. بقيه الفرقه كلها لو شلت ميسي من الارجنتين دي فرقه تعبانه خالص، ما تعرفش تعمل اي حاجه. فهم هيحاولوا يقللوا من خطوره ميسي، وده اللي انا شايفه، ان هما الارجنتين هتخسر من كرواتيا، لا اما بهجمه مرتده، وانا اتوقع ان هي هتبقى بضربات جزاء. كرواتيا هتكسب الارجنتين بضربات الجزاء، والارجنتين هتطلع البطوله، وهيبقى النهائي بين كرواتيا والمغرب. ليه؟ هقول لك توقعي في المباراه الثانيه بين المغرب وفرنسا، ان المغرب هتطلع فرنسا. هتقول لي ازاي؟ هقول لك الماتش صعب جدا جدا جدا. تمام، مفيش مشكله، بس المغرب عندها اقوى خط دفاع في البطوله لغايه دلوقتي. اقوى خط دفاع هي المغرب. تمام؟ حلو، ما دخلش فيها غير جون واحد، دي حاجه كويسه جدا. لو شفت بقى الماتشات اللي لعبتها المغرب لغايه ما وصلت لفرنسا، اعتقد دي هتديها فرصه او تديها روح معنويه ان هم طلعوا اسبانيا وطلعوا البرتغال. اللي هو ليه يعني ما نطلعش فرنسا؟ لا، نعرف نطلع فرنسا. تمام؟ والمغرب عندها امكانيات حلوه قوي في الهجمات المرتده يطلعوا يلعبوا عليها. اهم حاجه يعالجوا حاجه واحده بس، ان هم بيضيعوا قصاد المرمى اجوان سهله، ودي لازم تتعالج، لان الكوره مش هتجيلك مرتين قصاد فرنسا. ثانيا، دفاع فرنسا مش دفاع نفس دفاع فرنسا، اضعف بكتير من دفاع اسبانيا. خلينا صراحه، دفاع فرنسا مش حلو. فانا شايف ان البطولات تعملها. اهم حاجه لو عرفوا يقفلوا على ثلاثي الهجوم اللي هو مبابي وديمبلي وجيرو وجريزمان طبعا معاهم الرابع، هيقدروا يعملوا قوي، ويقدروا يلعبوا هجمه مرتده او يلعبوا ضربات جزاء، والمغرب هتقلب بضربات جزاء. فانا توقعي للماتش، فتوقعي لنصف النهائي، ان النهائي في كاس العالم هيبقى بين كرواتيا والمغرب. المغرب هتأهل على حساب فرنسا بضربات الجزاء، وكرواتيا هتتأهل على حساب الارجنتين في نصف النهائي. وكاس العالم السادس هيبقى بين كرواتيا والمغرب. ميسي هيطلع بره اوت، وزي ما كريستيانو طلع الماتش اللي فات اوت. ولا تقول لي بقى ميسي وكريستيانو الاثنين هيعتزلوا لحد ما ياخد كاس العالم. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس. سلام.